شعب مصري طيب جدا، يقدم جدعنة. أنا شيف وسام موسى عبد النبي، فلسطينية عايشة في غزة في حي النصر. أنا درست شيف في غزة في أكاديمية سمايل كيتشن، تعلمنا أكلاتنا التراثية في غزة. أكلنا يعني مميز زي ما الشعب الفلسطيني مميز، وجينا على مصر نطور اللي احنا تعلمناه. فدرست في أكاديمية الطهي الدولية عشان أزود الخبرة، أتعلم كل الأكلات الفلسطينية والعربية والمصرية والتونسية. فجت لنا فكرة إن احنا نفتح مطعم فلسطيني، المطعم البيت الفلسطيني، عشان في مصر يعني طور فكرة الأكلات بتاعتنا، إزاي الأكلات بتاعتنا جميلة وحلوة. فجت الفكرة إنه إحنا أكلتنا كل حد بيجي بيدوق عندنا المقلوبة الفلسطينية. أي حد بيدوق مثلا مسخن الفلسطيني يقول لك ده أكل كوزاكي. فشجعت والدتي شيف زيي إن أنا تفتح مطعم، والحمد لله احنا فتحنا مطعم. وبعد كده جينا على مصر والحياة اتغيرت والنفسية صارت أحسن. احنا كنا جايين من الحرب، نفسيتنا متدمرة، عندنا الخوف والقلق، التوتر زايد. فلما جينا مصر، شعب مصري طيب جدا، تعامل معنا في طيبة. وأول ما يعرف إن احنا فلسطينيين، الشعب المصري يقدم جدعنة، يقدم خدمات، يوفروا لنا كل حاجة. دور مصر كان كبير قوي ان هو يخلصوا الحرب، ان هم ما يعملوش على تهجير الشعب الفلسطيني. لو هو كان وافق انه يعملوا هجرة كان زمان الشعب راح، ما كانش لينا ارض، ولا كان صار انتهاء حرب ولا السلام ولا يعني دورهم كان عظيم جدا، دور الشعب المصري. ودور نشكر سيدنا السيسي انه واقف جنبنا ودعم شعبنا ودخل لهم مساعدات، رغم انه ما كانش يحصل مساعدات تتخيل، لا كان يدخل مساعدات وكان يدعم الشعب الفلسطيني وكان جنبهم من اول الحرب. استنونا على تويتر.